السؤال الذي يطرح هو تحيز بعض الوسائل الإعلامية على شكلة بعض البلاطوهات المصرية والبلاطوهات التونسية التي تضامنت وانحازت مباشرة مع فوزي لقجع والجامعة الملكية المغربية. كفانا نفاقا وكفانا أخوة أشقاء عروبة دم واحد يجمعنا. باللغة العامية واحد ما يحبنا، باللغة العامية ليس لأننا منبوذين، ليس لأننا أهل عداوة، ليس لأننا ربما لا نعترف أو ربما لا نحسن الجوار ولا نكرم الضيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشاهدين الكرام والأخوة الأعزاء. ويستمر بكاء الإعلام في الجزائر ليمتد إلى دول الجوار وما بعد الجوار. الإعلام المأجور في الجزائر يتهم المحللون العرب في مصر وتونس بالتحيز للمغرب ولفوزي القجع. يبدو أن الخروج الإعلامي لفوزي القجع قد أصاب المحللين الجزائريين بالسعار حتى امتد إلى الكل، فالكاف خاطئة، الطاس خاطئة، وكل من يقول كلمة حق في نظرهم فهو متآمر عليهم. فقط هم المظلومين، هم ضحية الجميع. فلا قانون الكاف ولا قانون الفيفا يجري في مصلحتهم ولا حكم الطاس أنصفهم. نحن جميعا نتأسف لكم أيها الأخوة في الجزائر. سنضرب كل القوانين عرض الحائط ونقول لكم افعلوا ما تريدون، فأنتم مظلومون. نعم، ظلمكم الشعب المغربي، ظلمكم الشعب المغربي عندما وحد أرضه على خارطته. يعلم الله وكل أحرار العالم أن الصحراء مغربية وستبقى مغربية رغم أنفكم. هذا قسمنا ملكا وشعبا لن نتراجع عنه، وخارطة المغرب كاملة بصحرائه سوف ترسم فوق القمصان، سوف تعلق في كل ميدان. ما نطولش عليكم الإخوان الأعزاء، خليكم مع الفيديو لتبين الجنون الجزائري واتهاماته الواهية بالتحيز للمغرب بعد حكم الطاس ولقاء القجع. قبل ذلك ما نساوش دعموا المقطع بلايك باش الفيديو انتشر، وتخليوا الرأي ديالكم حول هذا الموضوع في خانة التعليقات. إذا كنتم من مهتمين بهذا المحتوى ما عليكم غير تنضموا للقناة عبر الاشتراك وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم كل جديد. إلى قضية اتحاد الجزائر ونهضة بركان. مراد وردي يبدأ معك قبل ما نروح للسيد محمد اليوبي، بعدها أفصل مع السيد عبد الرؤوف برناوي. القضية أخذت أبعاد أكثر منها كروية وأكثر منها رياضية للأسف. النتائج رانا نستناو فيها، ولو أن يوم الأحد فيه نهائي أول ضد فريق الزمالك، معناتها راح تلعب المقابلة إلا إذا كان الكاف غدوة ترسل الفريقين وتقول لهم يا ودي استناو حتى ندرسوا القضية كما ينبغي. ولكن المؤكد اليوم أنا نظن أكبر مشكل اللي راهو موجود حاليا ماهوش موجود عند نهضة بركان. نهضة بركان إلا يوتيليزي أموايا، ولكن الكونفدرالية الإفريقية راهي في انزلاقات خطيرة مستقبلية إذا كان اليوم ما تأخذش بعين الاعتبار عوامل اللي الفيدرالية الدولية والكوميتي أولمبيك هو اللي سن قوانين اللي تقول باللي لا سياسة في الرياضة. اليوم إذا كان الكونفدرالية خلات أمور مثل هذه، معناتها راهي تقول للناس أن لي تريبون راح يكونوا مدرجات سياسية وما راحش يكونوا مدرجات رياضية. ولذا نقول على الكونفدرالية الإفريقية أن تأخذ قرار صائب من أجل ابتعاد السياسة من الرياضة. السؤال الذي يطرح هو تحيز بعض الوسائل الإعلامية على شكلة بعض البلاطوهات المصرية والبلاطوهات التونسية التي تضامنت وانحازت مباشرة مع فوزي لقجع والجامعة الملكية المغربية. هل هذا التحيز الفاضح لهذه الوسائل الإعلامية التي كان من المفترض أن تكون نزيهة ومحترفة وموضوعية في طرحها طبعا للموضوع؟ كفانا نفاقا وكفانا أخوة أشقاء عروبة دم واحد يجمعنا. ليبقى الجزائري، أقولها ما بين قوسين، ربما الوحيد الذي يعترف طبعا بهذه المصطلحات التي أكل عليها الظهر وشرب لهذه الوسائل الإعلامية. اللي بكل صراحة سيد عبد الرؤوف برناوي، احنا باش نعرفوا باللي احنا كجزائريين لابد أن نتحد فيما بيننا، سواء كجمهور سواء كإعلاميين سواء كأسرة رياضية. باللغة العامية واحد ما يحبنا، باللغة العامية ليس لأننا منبوذين، ليس لأننا أهل عداوة، ليس لأننا
ربما لا نعترف أو ربما لا نحسن الجوار ولا نكرم الضيف، لا، بل هي غيرة، لأن الجزائر يملك النيف ويملك العزة ويملك الشرف بكل صراحة. شاهدنا بلاطوهات اكيد تعيس فاضح، وحنا نشوف البلاطوهات الإخوة والأوروبا لا اللي يدنا الجزائر خط أحمر. كما كلامك يثلج الصدر، وانا حنضيف لك حاجه بك لهذه البلاطوات نقول لك، لانه كان عندكم موقف لما بارك الله فيك الوحدات السعودي خرج من الملعب لانه كانت المنافس اللي هو نادي ايراني كانت عنده رسومات في القرار، بارك الله فيك، اللي كانت معتبره اللي هي سياسيه. واش كانت يعني رد الفعل تاع هذه البلاطوات؟ كان تحيز مباشره. هذا الكيل بمكيالين ما يخدمش القضيه. حنا بالنسبه انا كلامي نوجهه مباشره لموتسيبي، نقول لك موتسيبي لولا انني نقول لك وقفه مونديلا اللي تعلم وقالها في مذكرات تاعو الرجوله هنا في الجزائر، واللي اسس حركه الاي ان سي اللي هي حررت الشعب الجنوبي الافريقي. انت اكيد ما كنتش تلحق لهذا المستوى، كنت انت تعاني من الابارتايد. نعرفوا الابارتايد هو التمييز العرقي، ما كانش عندك حقوق. نفس الشيء، نفس كما قلت الوقفه للشعب الجزائري الحر، انه رانا ندافع على القضايا الحره، القضيه الفلسطينيه. هننا ندفع الثمن لمواقفنا الثابته أكيد تجاه قضايا عادله، وكان من المفروض عدم خلط السياسه بالرياضه وخلطها طبعا بكره القدم. هل ندفع ثمن لوبي صهيوني يسير دميات عربيه للاسف اقول. انا شوف انا نضيف لك تستعمل طبعا لهذه الاغراض المخزيه اقول. ماشي رانا ندفع الثمن، حنا ما راناش ندفع الثمن، حنا رانا كما نقول لك نواجه الجزائر يتواجه، ورانا هو بقوه. الثمن رياضيا لا بقوه. نقول لك واش هي، انه الحمد لله الجزائر لا طبعت ولا هرولت ولا طبعت، لانه هذا الشيء انت كما تفضلت وقلت، حنا الجزائر اصحاب النيف اللي هي كما قلت الشيخ العنقا الله يرحمه بات الشرطه مع الكاس، اللي هي انه احنا الجزائر هذه الحكمه وهذه الجزائر اللي هي القيم وهذه الجزائر المبادئ. العالم هو اللي يحتاج الجزائر، والرياضه هي اللي تحتاج الجزائر وليس العكس. محمد ميوبي بكل صراحه، اطلاله فوزي لقجع مؤخرا في احدى القنوات المصريه، هل هي لاعاده اعطاء البريق وتلميع صورته بانه نزيح وبانه لم ينحاز للمنتخب المغربي الذي لم يفز بكاس افريقيا منذ 96، ونهضة بركات ايضا لم يتوج باي لقب قاري، ونمدح ونجعل منه بالفعل الشخصيه الفاعله. حتى اللوبي الاعلامي هو ايضا اضحى رهينه، اقول للبعض وليس الكل بكل صراحه. شكون هذه اللوبيات وشكون اللي وراءهم؟ كتقول مصر ولا كتقول بلدان اخرى؟ حتى بلاطوات تونسيه، ولا كتقول اثيوبيا، حتى بلاطوات تونسيه، بعض بلاطوات تونسيه، ولا كتقول تونسيه، باش نحطوا الامور في نصابها، تحدث رياضيا ولا كتقول وكرويا. تونسيه، ولا كتقول شكون وراءهم؟ شكون اللي حاكم الاعلام عالميا؟ هو اللوبي الصهيوني. شكون اللي حاكم المال؟ هو اللوبي الصهيوني. اكيد. شكون اللي حاكمين لي سبونسور؟ هو اللوبي الصهيوني. الناس وراءهم هذه الاشياء. نادي بركان اليوم استعمل وسيله باش يتاهل. اهل، ربما تاهل 90% راه متاهل، باش ما نقولوا 99%. صحيت. اليوم رانا فاهمين علاش افريقيا بقوتها بكبرها بثروتها قاعده مستعمره، والعالم استعمار خرج، دينيا التسيير نفسيا، التسيير الاستعمار ما زال قاعد في افريقيا. انا نعاملهم بالتي كما هما يعاملوني. اليوم اقرا كلامكم بالعسل. اليوم هاد الناس ربي يغفر لي واش نهضر ونتحمل مسؤوليتي. هاد الناس الافارقه اللي راهم يجوا في الكاف وفي اشياء يسنى طاكسي ما نديرلوش شوفير. نستقبلوا معنا استقبال، ما نستقبلوش، نستقبلوا نرجعوا الصغير، على خاطر هو نحطوا في الحجم تاعو. هما حاسبين كبرناهم بزاف، كبرناهم كل واحد نعطوا له الحجم تاعو. اليوم نديروا كاين بروتوكول بصح بروتوكول عادي، خلونا ندير برنوس وتعطوا له في الكادوات وكما قال الشوفير والاسكورت، وحتى يشعر بانه شو جا البلد، والبلد هذا ما عندنا تراديسيون، بالك عندنا القيم وعندنا التاريخ، عندنا تاريخ. قيم مع الناس السلبي في لافريك 100 مليون ونص مليون شهيد، مدينا ضريبه على الاستقلال تاعنا، جبناه بالدم، جبناه بالقوه، ما جبناش هكذاك، لم يصدق علينا. اخ كمال، القيم الانسان اللي يقيمك تقيمه، الانسان اللي يحقرك ما تقيموش. مراد وردي. لا والله لازم نعطوا الدروس ونكملوا في الدروس تاعنا، رانا نعطوا لهم الدروس من اجل السلم والسلام في اي بلد راهو مستعمر. احنا مع تحرير الشعوب،
تحرير الشعوب، اقول تحرير الشعوب، ولذا اقول لو كان باش نعطي له البرنوس نعطي له البرنوس، لازم نربيو. اليوم ما لازمش نكونوا نيجاتيف كيما هما، نون دوا ايتر بوزيتيف. رانا بوزيتيف دون دي تروك، يفوك نكملوا نكونوا بوزيتيف. سي كوا برنوس ولا سي كوا مراد زدنا والله زدنا في امور. لا شوف انا نقول لك حاجه، انا جو سوي شوف انا باش النيجاتيف هاو المشكل تاعنا، لو نيجاتيف يجر البوزيتيف، لا لازم احنا البوزيتيف هو اللي يجر. ما يدير لك والو، ما يجر والو مراد ما تغير والو بعد البوزيتيف تاعك. والله ما تغير يا مراد، انا نقول لك حاجه، والله ما تغير يا مراد. راهي السياسه يديرها ينتهجها الكثيرون، وانا اخاف من الشعوب سواء الافريقيه ولا العربيه اللي الله غالب راهي مغلوبه على روحها. ولكن نقول لك حاجه، الوقت راح ينصف نحبوا ولا نكرهوا. لو بيان il vient pas tout de suite, le mal on peut le faire. دوك نريب يما هذه دوك نحيها، ولكن اللي نبقاو، لان شوف كلكو سوا الا كان ضميرنا راه مرتاح، نكملوا بضميرنا ما نخسروا في هذا الوقت. هذه هي واحد اللي ما يحبكش تدار معاه حتى تعييه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأدوه هكذا، كان جارو يأديه حاشاك ويرمي له ويروح من بعد لحق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذيك معامله، جارو لخشوا هذيك معامله. يقول لا شوف انا نقول لك حاجه، شوف صح اوني فور احنا، وعلى بالهم باللي اوني فور، دوك حبيت تخرجني من اوني تري فور. اوني فرق. شوف دي شوز كوم سا سي ميسكان. فرق ما بين المعامله الحسنه اللي ما يقدرلكش، اللي ما يقدرلكش يعايرك، اللي ما يقدرلكش ويعايرك هو مخبي. مراد نعاودوا للموضوع تاعنا معلش مراد باختصار من فضلك. اسمع، كاين بعض البلدان الافارقه وكاين بعض المسيرين الافارقه، كاين بعض اسمع مسيرين افارقه تعاملوا كيما يعيش في افريقيا هي شوف اليوم شوف خلينا نسمعوا معليش مراد. جنوب افريقيا، شوف جنوب افريقيا اعطانا المثل بنيلسون مانديلا باختصار وحنا نيلسون مانديلا معليش هذا هذا موتسيبي لا يمثل جنوب افريقيا، ونحن نعرف قيمه الرجال طبعا.